مرحبا حبايب، أتمنى كلكم تكونوا بخير. وياكم هايدي من هايدي بيوتي. اليوم دا أسوي لكم فيديو عن الشراب اللي أنا صار لي تقريبا أسبوعين أستخدمه، ولاحظت إنه بشرتي تحسنت كلش هواي عليه، وهمينا نزلت بالوزن شوية. مثل ما دا تشوفون بالفيديو، هاي المواد اللي استخدمتها أني. أول شي استخدمته هو الدارسين أو القرفة، وهمينا الليمون الفريش والنعناع الفريش، وهمينا النعناع المجفف والزنجبيل والشاي الأخضر. طبعا بنهاية الفيديو راح أحكي عن الفوائد هاي المواد وبشنو تساعد بشرتنا وتساعد جسمنا. أول شي ناخذ مي حار، تقدرون تسووه بالغلاية أو تقدرون تسووه على الطباخ، هذا الشي راجع لكم، بس المهم يكون حار. ناخذ الدارسين أو القرفة، ونقدر ناخذ، أنا بالنسبة إلي أخذ القرفة اللي هي على شكل عوادين أو خشب، أحس طعمها طيب وفريش أكثر. تاخذون حسب ما أنتو تحبون، أكو ناس تحب طعم القرفة وأكو ناس لا. ناخذ نص ملعقة زنجبيل المطحون ونخليه فوق القرفة. وبالنسبة إلي أني أخذ ربع خاشوقة أو ربع ملعقة نعناع مجفف للطعم فقط، وأخليه فوق الخليط. عندي هنا ليمون فريش، أخذ نص ليمونة وأعصرها على الخليط كامل، وبعدين أخلي النعناع الفريش. الليمونة اللي عصرتها أقدر أخذ من عندها قطعتين أقطعهم وأخليهم فوق الخليط بس للمنظر، أو على مود طعمه يصير أكثر حامض. أخذ المي الحار وأخليه فوق المواد اللي استخدمتها حسب الكمية اللي انتو تردوها. راح يصير عندنا هذا الشكل، وأهم شي نخلطه زين على مود كل المواد تذوب. ناخذ هنا كيسين من الشاي الأخضر، أي نوع مو مهم، ونخليهم لمدة 10 دقايق ويا الشراب. وهذا يكون شكله النهائي. طعمه شوية حامض على مر، بس راح تتعودون عليه بس تشربونه أول يوم أو يومين. راح أحكي بصورة مبسطة عن المواد اللي استخدمتها وشنو فائدتها. بالنسبة للقرفة اللي هو الدارسين، أول شي وهو أهم شي بالنسبة إلي هو أنه تساعد على عسر الهضم، وهمينا على حرق الدهون. فالدارسين كلش مهم بهاي الخلطة. للي عندهم قرحة فلا يستخدمون الدارسين، لأنه ممكن تهيج عندهم ويتأذون ويصير عندهم آلام ببطنهم. أما عن الزنجبيل فهو يحسن مظهر الجلد عن طريق إزالة السموم وتنشيط الدورة الدموية. لهذا السبب تشوفون أنه الجلد يكون مجدود وبنضارة حلوة. بما أنه الزنجبيل معروف أنه هو مطهر قوي، فراح يساعد على أنه تحافظون على بشرة نظيفة وناعمة وما بيها عيوب. وهمينا أريد أقول للناس اللي تعاني من حبوب الشباب فهو كلش زين أن تشربونه وتخلونه على بشرتكم مع ملعقة عسل، همينا راح يفيدكم كلش هواية.
أما عن النعناع والليمون فأني خلتهم أكثر شيء للطعم الطيب، بس رغم هذا الليمون هو جدا مفيد للبشرة والتضعيف الوزن للبنات أو للشباب اللي حابين يخفضون وزنهم. فدائما الليمون والزنجبيل هم أحسن مادتين واحد يقدر يستعملهم على مود الرجيم والضعف. أتمنى هاي الخلطة راح تساعدكم على مود تكون عندكم بشرة حلوة وجسم مثالي. إذا حبيتوا هذا الفيديو فادعموا بلايك واشتركوا بالقناة على مود يوصلكم كل شيء جديد. تحياتي لكم، هايدي بيوتي.